كانت البنت بتقلع القميص الحريري بتاعها بهدوء، وحبيبها واقف قدامها مبهور ومش مصدق اللي شايفه. ولما القميص وقع على الأرض اتصدم لحظة من حجم جسمها، بس ما اهتمش علشان كان لسه تحت تأثير التنويم المغناطيسي. في نظره أي بنت قلبها طيب تبقى أجمل ست في الدنيا. اللي ما كانش يعرفه إنها كانت وزنها 150 كيلو، ومن أول مرة شافها هو اتعلق بيها بجنون. ولما قعدت على الكرسي اتكسر في ثانية، بس هو ضحك وقال أكيد الكرسي بايظ من المطعم. بعدها راحوا الملاهي، وفي لعبة المرجيحة وزنها كان بيرفعه في الهواء بسهولة. وفي المسبح نطت في المية، عملت موجة ضخمة وبرضه ما خدش باله، شايفها أكمل إنسانة في الدنيا. لحد ما راح معاها البيت وتفاجئ إن أبوها هو مديره في الشغل. المدير شك فيه وقال يمكن الولد بيتمسكن علشان يترقى، بس الولد حلف له إن حبه حقيقي. فالمدير اتأثر وقال له ماشي أنا موافق. لكن صاحبه ما قدرش يسكت، كان شايف إن صاحبه عايش فيه وهم. راح للراجل اللي عمل التنويم وقال له فك السحر ده فوراً. وفي يوم وهم قاعدين سوا البنت قعدت على الكرسي وتكسر تاني. وقتها صاحبه كلمه في التليفون وقال الكلمة السرية اللي تفك التنويم فوراً. وفجأة البنت اللي كان شايفها ملاك اتحولت قدامه لجسم ضخم جداً. هو اتصدم وما بقاش عارف يعمل إيه. ولما هي قربت منه كل اللي قدر يعمله إنه قطع عينه بإيده.